السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا الفيديو اليوم، فيديو جديد ونهار جديد. نبداو كما دائما بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم اختي هنا بديت معكم الصبيح. بديت اول حاجه بديت هاد الخشد الفراشه بنات، زود ديك المخدات، عملت عاود هاد المليطه هادي. دابا شويه اليوم واخا القيله ولكن ريح كيصوت صافي. وبدلت هاد المخدات، بديت كلشي هادو باش ندخلهم للتصبينه بنات. يعني كيعجبني هكذا انسان مره في السيمانه هكذا الانسان نبدلو. هنايا بالنسبه للمقعد ها هو عندي مجموعه بنات. هذا الصالون الصغير واللي قبضتو الصالون الكبير. صافي اختي هنايا كلشي عندي مجموع، ولكن الكوزينه اش غنقول لكم، الكوزينه واقفه للعفو. شوفوا الماكينه عامره. شو كوزينه بنات اذا كتصبح الكوزينه ديالكم ولا والو. شوف والله يا بنات باقا ما دخلت من غير الانسان. الحمد لله ملي كنوض نصلي الفجر كنرجع ننعس، يعني عافو الصباح ايضا صليت واحد جوج ركعات مع ديك العشاء الانسان ضد الضحى. والله ما من غير شوفوا جبت الكاشه هي خصني نقيها. شفتوها اعزكم الله؟ شوفوا الله بابا كيف عامل. شوف الكاشه خصني هذه نقيها، غطيتها باش ما كيتجمعوليش هنايا الدبان. ايوا اختي حتى نزبق. شوف هاد الشعريه صافي باتت هنا، ما نخليهاش حتى اليوم 3 ايام. نحيد هادشي هدايا كامل ونغسل بعدين هاد القشور. نحيد اعزكم الله ديك الزبال وندوز على البوطه هي الاولى كيما فطروا ها هما تما غاي تما كلشي عندهم قلب شقلب. وصافي غنزبق اول حاجه بعدين نزبق ندخل التصبين. حتى عندي تصبينه بنات. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي شحال شريتيها. شوفوا بنات انا فوقيه اللي كانت عندي فوقي تخسرت لي، نقول لكم بقيت 3 اشهر والله الا 3 اشهر بقيت بلا ماكينه. حتى سهل ربي مشيت شريتها. شوف هما اشينها انا واشيده شريتها اختي اليوم شاتها رشيده، وانا اللي غدا رجعت شريتها. كانوا عداني لا 450 وقيله في التخفيضات كنظن. دابا نكون كذبت حتى انا العقد ديالها وباقي عندي حيدته مع رشيد كان مصافى ما كانش هنا، هوت شريتها يعني بوحديتي وصافي. دابا بالنسبه لهذه قال لي زعما احسن ماركه، وقال لي عندي زعما حتى هو عنده في الدار. شنو حاجه واحده البارح قالت لي واحد الاخت وقيله قالت لي على حساب هنا كيكون لا بنات. انا كان ها هو بالنسبه لسويفي سانتي هنايا كنعدلو هنايا التصبينه الاولى وهنا التصبينه الثانيه حيت هو شرح لي، وفي نفس الوقت انا كنشوف عاود الكتالوج وكنعاود واش فهمتوا. بالنسبه اللي قالت لي زعما هي شوف سبحان الله فيها واحد الحاجه انها تشبه شويه الزيبر ما خصكم شويه الوسواس. خصني دابا ساعه انا كنمسح، والله الا خصني دابا ساعه انا كندوز عليها. شو انا نخليها هكذاك ماشي تقول زعما حتى نقطع هاد اللقطه صافي. نقول كما كتقولوا نتوما الحمد لله كان الحياه ديالي بسيطه كنبغي نشاركها معكم. شوف اي هكذا حيت دويتها هي مع دابا جاتني قبلت الشارجه يعني شويه د الغباء واخا عيب بالكريح كتجي الغباء. ومني كنسالي التصبين يعني ضروري ما كنجوز عليها واحد التجويزه بنات من الباب ونخليها هكذا مهويه. قلت لكم شوفوا انا دابا مثلا نشعل تصبينه ياك بنات غنعدل لا بروغراما هكذا. الاغلبيه مثلا اذا كان عندكم القطان على حسب يعني اللي عندكم نتوما، مثلا هذه القطان هذه ودرجه الحراره نتوما كتحكموا. انا كنعدل الاغلبيه كنعدل هكذا، كنعدل هذيك الساعه و9 دقائق ياك. ملي كتوصل لي دابا نقولوا نص ساعه شادينا الباب عدلنا الصابون عدلنا كلشي. بحال باقات واحد الاخت جافي والله يا اختي الحبيبه لا كنعدلو صراحه لا ما كيختار على العمر معنا ما نعدلو. اذا وصل الاجل ديالها واخا تكون جبتيها اليوم غدا كتسالى. قلت لكم ملي كتوصل نص ساعه مثلا هنا غنخدمها باش نوريكم انا خدمه باش نوريكم. شوفوا النجا ديالها ها النسمه ديال سويفي سانتي هنايا كتبقى التشليله الثانيه الاخريه يعني كتخرج ديك سويفي سانتي. انا هذا الصابون اللي كنستعملها بنات دابا في هذه الساعه اللي قلت لكم انا 65 درهم، ولكن في نفس الوقت ما كيعطيش شي نسمه. ملي انا قلت لكم ملي كتخرج النسمه كتحمق انا ما كنعبر ما حتى حاجه كنقي عيني ميزاني ساعه يعني كنعدل ديك الكاس هكذاك، ولكن ساعه كنشوف يعني عارف القياس بعيني صافي. في واحد الطبيعه هذه كنعدلها بنات. دابا ما عندي شي الماء التشليل ما كنعدلهاش فهمتوني. عتبط هنا التصبينه الاولى وهنا التصبينه الثانيه. هنا على اللي قال لي الولد قال لي هنايا زعما كنظن هنا التصبينه الاولى. المهم ديك الساعه منين نبدا انا نسيت. هنا كنظن التصبينه الاولى
ملي كتبدا هنايا قال لي هنا عاد العين نص كاس وهنا عمل كاس، يعني هذه التصبينه اللي كتبدا بحال اللي كنقولوا حنا كتحيد داك الوسخ كتهبطو وتبدا الماء نقيين، كتكون عندك صابون اخر هنايا، وملي كتشلل كيكونوا هنا سويفي سانتي. فهمتوا البنات؟ دابا هاي انا مثلا انا ملي نعمل لها هنايا هذه هنا كنستعملها مثلا هكذا، وهنا ملي كتكمل لي كتوقف التصبينه، بنات كنعدل هاد الايسوغاج هذه هنا بحال اللي كتزيد التعصيره، كتعصرهم لي كتخرجهم لك بحال اللي يابسين هنايا. ملي كنبغي مثلا دوز لي نص ساعه كنشبر موقفه هكذا. شفتوا كيفاش كنوقفه، كنخلي ديك الحوايج كيكونوا مثلا اذا كانت عندي جافيل اولا عقاريل هكذا كنخليهم في ديك الماء ديالهم كيتعقدوا في الصابون، كنخليهم واحد نص ساعه ربع ساعه على حسب، عاود كنشعلها ساعه كنكمل التصبينه ديالها. فهمتوا بنات؟ هنايا حيت عليا هادو بعدا كي نقيتهم مزيان. شوفوا تبارك الله هذا الماج، شوفوا الطايفين ديالو. شوف دابا هذا ملي كيطيب والله الا معاه كيجي الطياب ديالو اللي كيتقنوا هكذا في الطياب ديالو، كتبان عي بحال اللي ديك الطوفه ديال اللحم. ها نتوما اختي ها حنا اللحم اختي اللحم اللحم هكذا. ملي سبحان الله كتقضى هادشي هذا ما كيبانلكش بحال الاجواء ديال العيد. هنايا عملت ديك اللحم دايرس شو غسلته وعاودته مع وقته ما بنات فشو الليمون وهذاك الليمون والملح كل شيء قدتو كلشي قدتو. خصني عاد نعاود لهم دابا التشليله. هنايا داك الكرشه، هنايا داك العنق قطعته معاود، عطاهم لي بلا تقطع، ولكن عندكم البنات دائما ردوا البال. انا ما كنتش مركزه حتى هادو ما كيجيو فانين البنات وكيطيحوا اقتصاديا صراحه لا، وفي نفس الوقت كيجيو مزيونين. انا كيحمقوني من ناحيه مش شختي وكل صافي. وهنايا داك لي زيبينار هادوما سمحوا لي نغسل يدي، هادوما بنات غسلتهم وعاودتهم، وفي نفس الوقت ها هما باقيين عندي معقدين هنايا. والله الا عرفتي شنو كيطيح من نود الزبل، خاصكم ضروري تحلوها مزيانه بنات. تما خصيت تقشيعات حيتاش خصني نحيد هادوما نعاودو نقيهم يقطعوا لي، وفي نفس الوقت باش نغسل هادشي هدايا بطبقه ما دوشتش عليها بنات. شوف هنايا البارح خصكم ملي طلعت ديك الجوله والله الا عملت غير بطاطا هكذا مسلوقه وبيضات مسلوقين صافي، والشعيه كانت باقا لي د الحليب صافي وقديت. دابا الشعيه قبيله قلت لكم مش نهار جاين قال لي لا خصني نشابه، قلت له شابه صافي. نقيت شويه د الديسير في هذا البلاطو حيدته عليا مسحته هكذا بقيعه. نقيت هنايا شويه د فيسه بنات هذه خليتها لهم باش ياكلوها صافي. قلت ما نقياش في الفريغو حتىش كتجي مزيونه هكاك يضو يجوا هكذاك منقيه. نقي لها الغنقه ديالها هكذا ما تطيحش عليها شي تخيوشه. ديك البيضات هذوما كيوصي واحد صاحبو وكيجيبهم له صراحه لا يعني صاحبو هكذا كتعرف الاصدقاء ملي كيكون كيوصي وكيبدا يجي معهم. تما عصات شويه ديال اللتين. وهنايا السنيدق هذا بنات غسلته لقيتو يتشمش عاد مش المهم ما غاديش شي خوضه هنايا ما طيش هادشي اللي كيباقي لي ابعد الحبات هنايا. باش انا قلت لكم البارح السوق انا ما طلعتش السخه ما طلعتش البصله. شنو اخر النعناع الناس عندي منقي هنايا. هدايا الخس، شوفوا الخس، شوفوا هدايا النقطه د السم ماشي حتى صافي. وهنا عدت الجعده كنعدل البنات انا الجريده باش كيسوف لي اي حاجه مثلا دابا مطيشان ما كنعدلهاش في القاع. وهنا عندي الليمون في حالات اذا ما كانش عندي، اذا كان عندي الكميه كبيره يعني ما كتكونش عندي الحاجه اللي قاصحه كنزلها هي في القاع، ولكن الاغلبيه كنعدلها كدا على الوجه كنحتاجها صافي. على الخيار ما عنديش نقول لكم الخضره بزاف حتى وان شاء الله وديك الساعه نتسخر. الاساسيات كاملين هادو ما بعدا كاين اللي ما كنجاوبش هنا بزاف في الحومه. ما الخضره حنا الحوانات داكشي طاطا بيطل اللي في السوق نفس الثمن، ما كاينش شي حاجه زايده صراحه لا صافي. وهنايا عندي هذاك هنا بنات جبت 2 كيلو د البطاطا هنا من الحومه غسلتها حيدتها ها اللي نقضي بها اليوم بعدا كي نشوفوا عاود. وهنايا عندي ديك الصغيره هادي يا بنات، هادي تشوفوا لي هاد الباكيت اش كيقولوا لهم وقيله باكيت ولا ما عرفت شنو كيقولوا لهم. انا غسلتها لي عاود الشلاضه هادي غسلتها وحيدتها. دابا صافي دابا خصني نشلل هادشي كامل باش نعدلو نحيدو نخليه يقطع ما نعدلوش بالماء. بالنسبه هنايا الزيتون نقيته بنات صبغت غسلته بعدا كاين عاد ديك الساعه كنقيه. ها هو انا كنزولو العظم كامل شفتوا نقي عندي بالحبات صافي. غنخليه هنا. بالنسبه للتتبيله شوفوا البنات
تبارك الله. عييت من شاكا مع البنات هكذا في القناه، ولكن عاود اخواتي جدادي طلبوها لي على السبه ديالكم. جيت شريت الزيتونه بنات، انا والله الا كان باقي لي شويه، ولكن المهم طيفتو على هذا. صافي غنقطع هنايا، بسم الله. نقطعوا الليمه قد ما كيطيب سبحان الله هاد الزيتون، قد ما كيجي غزال. والله الا انا كيحمقني الفطور هكذاك، هو والخبيزه تكون هكذاك مسخنه، حيد لي كلشي. نقطعوا الليمه هكذا غير طيفات صغاين، نعملها بالبنين. حتى هنا عندي بواطه ديال صغيره. بالنسبه شوفوا انا الثومه عندي ما عنديش زعما بديك بالسنيونات، انا نعمل غير هكذاك. عندي معجونه، هذا المعدنوس يابس، هذا كنت عدلته على اليد البنات، وعندي محضر في القناه. عندي هنا القزبر يابس، واحد معلقه مزيان بزاف هذايا. بالنسبه هنا للثومه، عندكم ثومه يعني ثومه صينه سنيونات هكذا، حكوا هكذا راس. انا نعدل هكذا معلقه مقبر، كتعجبني طيب هاد الثومه. شنو يعني حاجه وحده، هاد الزيتونه بنات كيبغي الزيت، حتى اذا بقى بلا زيت كيرجع كامل بالصوفه. باش نقول لكم باش ما تقولوش انا كيبقى لي هكذاك بالزيت يدوز لي، بقى لكم حتى المده يتسال الزيتون عاد زعما كتبقى المده مزيانه. صافي عندي هنايا السوداني، انا عندي السوداني مطحون، ولكن انا بغيتو هكذا كيعجبني هدايا هكذا نقطع طريفات، مش كيجي في داك الزرع هكذا وجليفه السوداني هكذا. وغنزيد شويه د الصحصه ضروري. الصحصه صافي، ونكب الزيتون. تبارك الله الزيتون عنده بالحبه ديك الحاجه هذاك. نخلط. عندكم المعدنوس الطري قطعوه حتى هو، او كيعطي ديك الخضويه مزيونه. انا عندي غير مطحون في الفريكو، ما بغيتش نعدلو عليه، عملت هذايا يابس. هو الاحسن يكون المعدنوس هكاك طيب، حتى هو كيعطي اللذه. صافي وغنعمل له الزيت، كيدي شويه على حسب كميه الزيتون اللي عندك. قد ما سبحان الله هاد التتبيله هذه قد ما كتشربنا هاد الثومه وهاد السوداني وهاد العطريه اللي عملنا لها، قد ما كيجي لذيذ. والله كيجي لذيذ البنات. شنو هانتوما اختي في الصباح وضعي عمر برداتي وصافي، هانتينا مقنعه نهار كامل. نهبط ديك التتبيله هانتوما حتى كنغطيه. شتو زويته كنغطيه كامل. دابا بدا ما تخافي يخسر ما حتى حاجه. شحال ما كانت عندك الكميه الزيتون تقدروا زعما من كيلو نتوما طالعين نص كيلو ربع اللي بغيتوها بنات. شنو ناخذكم اللذه ديالو قد ما كيطول كيزيان، كيبغي الثومه زايده والقامه زايده. صافي خليه هكذا شي يومين والله الا اللي كيجي مول الدار يبدا فيه نيشان، كيعجبو هكذاك بلا فطور، كيعجبو له الغدا. اختي الزيت غالي نهزو لا حسن من الارض. صافي هكذا كنزلو في البواط ديالو. عارفه ما كنحتاج هكذا انسان كيجي عندك الضياف هكذا على غفله، كيكون عندك واحد الحاجه اللي على يديك معدله بنات. هنايا هاد القنايه زودتها من ميكا بنات. شوفوا شوف كتشوفوا خاصني نغسلها داي، ما يقنعنيش انني غنجيبها ونعدل داك الفيكو. المشكل انا البارح ملي جيت من السوق ما كنت يعني صايمه وكاصني نوجد الفطور، شبات نسيتها ماشي في ديك الساعه نغسلها، غير شبات وعدلتها في الفيكو. دابا زودت لها الميكا بحال شي بومبا كتزاق بوحديتها. هاهي واحد ديكور غريب فيها، شوفوا بحال تقول الدجاج. صافي خصني نزولها
ونغسلها مزيان ونقيها. شوف عاود شنو النوع على من الانسان المهم كيحلل حاجته صافي. هنايا بالنسبه لهذيك البنات صافي ساليت الحمد لله التقضيه كامله. غسلت هاد العنيقات وكلشي المهم كل حاجه غسلتها. شوفوا الكاشه كتشعل، كانت عرفتي كانت حالتها يا بنات وحالتي ياما مثل الليمون وعودت لها بالملاح. المهم نقيتها وقيت فيها ديك الحمضرات وديك هذه اللي عطاني هذوما اللي كان كيقول الحنيكات هذوما. المهم قسمتها على جوج. هذه تجيني حدا دابا نحضلهم للغدا. هذه اللي ما كل حاجه هما الغلايق عندي كل حاجه غنبقى نشد عليهم يعني في البواطه ديالهم. هنايا هذا المرج خليته هكذاك. قلت الله اعلم في حالتي اذا جا عندي شي واحد هذه تطيبها مزيونه. هنا هذا تجيني حاجه خليتهم عاود هكذا نقيهم واخا مع الروز والعناق هكذا قسمتهم. كل واحد كيمشي على حسب الميزانيه ديالو البنات. انا يعني ملي كنكون بوحديتي هادو كافيني مع الانسان مع كنزيد شويه د الشلاضه ولا شي فريته ولا كنزيد شي مقبله هكذا تبارك الله. تما ديك الديسه كامل مسحته وخليته تما مسحته هكذا كامل بالسيبته بنات. هنايا عوضت الخضيره انا قلت لكم الخضيره كامله هنايا عدلتها ومسحت هذا الصندوق وعوضت كلشي فيه وصافي. ديك الفريسه خليتها ديك ياكلوها عمرت الزيت بنات. عدت شويه د العصير هكذا نفطر به. ديك البيضه سقيتهم ديك الشبيكه. هاد البطاطا هذه غسلتها وخليتها تيبس لي وصافي. حكيت هذا الجبن خليت ديك البواطه هذيك الصغيره نقيها عين تحت وهديه خليتها نقيها في الفريغو. الزيتون ها هو شاملته. الجلبانه عندي مغسوله ومقطعه وهاد لي زيبينه هكذاك وصافي البنات. غنرجع دابا كل حاجه مطعه. بوطه دوزت عليها القشيعات هما كلشي عندي مغسول باش نبدا بعدا كي دابا نوجد هكذا الفطور. بسم الله البنات باش نعمل واحد الفوينتي. هذا جناوه هكذا كيجي ولدادي. بسم الله. عندي هنايا العطيه. بالنسبه للعطيه انا عندي هنايا التحميره فينو الابزار سكينجبير. تقدروا تعدلوا حتى كيلو د الجناوه اللي عنده زعما كميه كبيره. انا هادو تبارك الله مصابي يتكلوا مع الرز هكذا. هنا قصبو يابس. بالنسبه الملح ما عنديش ملح بزاف شويه حتىش عندي موطيد. هذه البصل بودره البنات. هذه واحد قولوا معلقه صغيره والثوم بودره. هادو كاملين كنت حضرتهم معكم في القناه معكمش كتشيهم. ثوم بودره تطلعوا هكذاك معلقه. عندي هنا صلصه الصوجه ثمن هكذا معلقه. وهنايا موطيد نعدل معلقه تاع كش. غنزيد معاهم هاد العشومه البنات هادو اعشاب منسمه هادوما. غنزيد معاهم واحد المعلقه صافي. خليهم ديك الكاغي ساعه بحال اللي كيتخلفوا لي دائما. ديك الكاغي الصغير كتباني كنخليها هكذاك احتياط. نعمل شويه د الماء شويه. بسم الله. نخلط هذا القامه كامله. صافي نخدم دابا اختي بيدي. غنتعملهم هكذا. انا سبحان الله ما جبتهمش بديك الجليدات هكذا قلت برك هي اصلا الجلده ما كتاكلش. بغيتو نقدوهم نتوما وخليهم على الاقل واحد ساعه ما قالنا صافي. انا عندي مغسولين مع بلا جليده هكذا غيجوني مع زعما لا بالمشعل الفران غيجوني وما داك. غنخليهم واحد 4 ساعات بعدا كاين هي كون دخلت فيهم داك الاقامه نسيت فيهم هكذا. عندي هنايا البطاطا. بالنسبه للبطاطا تعدوا الكميه اللي بغيتو نتوما نفس التشاموله
واش نتبل فيها هاد البطاطا هادي صافي ندخلها فيها كامله. كيجي طبق خفيف في نفس الوقت كيجي مزيون عاود. انا كنحاول ما امكن البنات نعطيكم هكذا شي حاجه اللي اي واحد ياكلها، الكبير والصغير. مع دابا الانسان كتدخل لك يوم ما بين الانسان كيبغي يبدل هكذا وينوع شويه. ما باقي الشتوى ملي كيكون بيض كنشدو دوك الطنجه وكنرتاحو. دابا الصيفيه نتوما كتعرفوا كتدخل حتى كيبغي يعاود يبدل. انا من هاد البطاطا هنا صافي. غنزيد دابا الزويته، حيتاش انا ما تشاملتهمش بالزيت، خليتها هكذا ديك الزيت صافي. غنشوف علينا واحد كاغي طفايان عملته في الماء، وغنشد به هاد الفوينتي وغندخلهم الفران بناتي يطيبوا لي. في الطنجره شلطت هنايا واحده بصيله، عندي هنايا فلفله خضراء وحمراء وجعده. هذا داك المورسو اللي كنت شاريت معكم البنات التحضيرات رمضان، يعني من السم ومطيشه حتى هي مقطعه. عاد تما ملح، هنا عندي الخرقوم والسكينجبير والابزار. نعمل شويه د الزويته وخلي هاد الخضيره هذه حتى تقدروا تزيدوا الجلبانه صافي. نخليها حتى تقلى لي مزيان. وغنعمل هاد التوابل الجداد، يعني هاد الراوس كيجي بلا جداد، كيجي من السم. ما عندكم شي كتعدلوا واحد نوع صافي. شوفوا كيف تقلت واحد النسيمه، واحد النسيمه يا بنات. غنقول لكم والله العظيم لا فنه تدخلوا كطيبوا على شي طبق اللي اش نقول لكم عملتوا عارفين. الحومه واعي الخضير ومتبل هكذاك داك العطريه والزويته. الكاس اللي كيلت به الراوس غنعمل، شوفوا انا عاد غنعمل كاس د الماء. قولوا لي نتوما بنات كاس د الراوس. ها هو عندي انا هنايا مشيخ، شفتوا ها هو غسل خليته هنايا. يعني كاس د الراوس عدلته الشيخ، عاد 2 كيسان د الماء. مثل الكاس الاول وهاد الكاس الثاني كوب داك الراوس. وهنايا بنات من بعد ما ساليت ديك الصخيره كامله صافي دوزت على النيبيه. واخا انا كان خاصني الصراحه لا كان خاصني نخوي الفيغو وندوز عليه هكذا بشي جافيل وندوز هكذا مسيحه في فيغو عاد نضم ديك الخضيره. ولكن تغلبت اختكم الصراحه لا. ثم كتعرفوا الانسان ساعات ولي لا بنات الانسان ما كتجينا الشهوه اننا نعدلوا كل شيء من الاول لاخر. وساعه كنقول بعد كي نحيد هاد الخضيره تكون عندي مغسوله هكذاك ومنقيه، حيت نتوما كتعرفوا الخضره كتدي لي دبنات واخا ماشي شي خوضه، ولكن عيدك تنقي ديك الكاشه وقطع مع كلشي. ما كانش عندي مقطع ويدي بوحدي والله يا البنات غنصب دايركت هكذاك الانسان بعد كي نحيدها من قدام وجهي. وانتم كتعرفوا كتبقى ديك الزفره. عملت هنايا شويه جافيل قلت ندوز على هاد البانيوات كاملين. وكنشكركم بزاف البنات والله الا شكرا بزاف لكل وحده اللي كتدخل عندي واللي كتدعي معايا واللي كتدخلي مع الصخا وشيبك. شوفوا البنات نخليوها في تيسير الله ودعيوا معايا ان شاء الله انني يعني نسمع شي خبر خير باش ما كندع عليكم. انا بيدي ولفت هذه القناه، ولفت الحمد لله عندي اخوات اللي كيبغيوني والله العظيم من الحب ديالكم ما عنده ثمن. واخا نقيل نشكر ونضل نشكر فيكم ما نوفيش الحق ديالكم. حيتاش الحمد لله عندي اخوات اللي الكلام الطيب ديالهم يعني كيدل على حسن الاخلاق وعلى الحمد لله اني ربي كيلاقيني مع هاد المتتبعات هادو بحال وجهكم وجه الخير. والله العظيم تحيه لكم من جميع من انحاء العالم. هادشي اللي غنقدر نقول لكم. الله اللي يخطيكم والله يفرحكم باش ما كتمناو اللي كتمناوه لي. الله يعطيكم ثلاثه ومثلث صافي اختي. وان شاء الله هكذا دائما مع ديك التحفيزات ديالكم. واللي اول مره كتشترك في القناه كنقول لكم اختي يلا ضغطوا على ديك الجرس وفعلوا بنات مش ديك التعاليق واللايكات هما اللي كيحفزوا ان اليوتيوب عاو كيعطي يعني الفيديو كيعطيه للناس اخرين. بديك التعاليق البنات ما تخسروا والو يعني كتفرجوا خليوا الاشهارات وما تسرعوش يا بنات الفيديو. الله يجازيكم
نتوما كتشوفوا والله الا كنحاول ما امكن انني نكون قويه معكم وما نغيبش، ويعني نعطيكم هكذا الطاقه وديك الوصفات، وان شاء الله دابا عاود الصيفيه عاود نساويكم هكذا اختي اللي ما كتخرجش، كنحاول ما امكن والله الا نوصل لها شي افكار وما روتين هكذا في الدار، وانا ماشيه معكم بشويه بشويه حتى يسهل ربي في هذه القناه. نتوما كتعرفوا بنات انا ماشي يعني اول عام ولا ثاني عام، ها دابا خلي هكذاك وصافي. اي والله. وقولوا لي البنات كل مدينه كيف ماشي الاسعار ديالها، كيف ماشي مع هاد الاجواء. دابا انا كنشوف هكذا والعيد الكبير بدا كيطلل، والله الا لا كنشوف هكذا العيد الكبير الناس بداو كيشوفوا الحواله بنات وبداو كيقولوا الاثمنه. اي واختي والله ما كنقدروا نشدوا عيننا من واحد جهه. دابا انا قلت لكم انا نحسب هذه القضيه ديال العيد الكبير. والله الا حسيتني انني بحال اللي زعما السواق ديال العيد الكبير. صافي اختي قوست على الدار كامله بنات، قوست واحد التجفيفه اعزكم الله بصاني كوا، قوست على الطواليط لحيتاش بقات لي ديك الزفويه ديك الكاشه سبحان الله. خاصك ضروري حتى تحيد المسائل ديالها كامله، عاد كيتح سبحان الله ملي كتنظم التقضيه عاد كتحس بانك عدتي شغلك على حقه وطريقه. البنات بالنسبه للعروس ها واش كيفاش جا مفتول بالحبه. بالنسبه للبنات شوف انا قفلت عليه بالومنيوم واش دغيا كيتزمت ودغيا كيطيب. شوف تبارك الله شوف شفتوا هبطكم شويه الكاميرا تشوفوا شوف اضاءه شويه البنات عندي ناقصه. انا قلت لكم في الكوزينه شوف البطاطا كتجي غزاله لا معقله حتى حاجه، يجي ناشف. نوريكم زعما شوف اش كيجيو محمرين صافي. خدوا هاد الطريقه دايره رجعت له حتى هكذا بالقنبه كتجي مزيونه بحال طايله كتجي مزيونه. انا عندي العصيد اللي تجيني البنات صافي. نختم معكم الفيديو اليوم وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق، حيت الصراحه لا جا مزيون. واحد النسمه هو كيطيب في الفران، واحد النسمه عاطيه. وهذا شوف كيف جا روزعي عادي بنات، ما بسمتي ما حتى حاجه. وصافي تما الخبيزه عندي. يلا بنات نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ودائما قولوا لي راي ديالكم والاقتراحات اللي يعني كتعجبكم، ونتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم. يلا خليكم في امان الله وحفظه.